السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم متابعينا الكرام. النهاردة هنعمل مع بعض الزبادي المحلى، زبادي الشركات، علشان نرضي ذوق أطفالنا. هنعمله مع بعض في مكنة الزبادي صناعي. معايا هنا لتر من الحليب، غليته وسبته لغاية ما دفي وبقى دافي زي رضعة البيبي. اتكون هنا طبقة قشطة على وش الحليب، هشيلها بالمعلقة. لو انتوا عايزين الزبادي بتاعكم ليه وش، ما تشيلوش القشطة وخلوها. وعشان اتاكد ان الحليب بتاعي صافي خالص من غير قشطه، هصفيه بمصفى ضيقه بالشكل ده. ودلوقتي معايا كوبايه زبادي بدرجه حراره المكان، هنستعملها خميره علشان عمل الزبادي. وهدوبها في شويه من الحليب الدافي لغايه ما تدوب خالص، ما يبقاش فيها اي تكتلات وتبقى ناعمه. ومعايا هنا السكر، والسكر هنا حسب الذوق، تقدري تضيفي وتقلبي وتدوقي وتشوفي لو الطعم بالنسبه لك وبالنسبه لاطفالك كده مظبوط يبقى تمام. وهحط الزبادي الخميره والسكر على الحليب وهدوبهم كويس، واول ما اتاكد انهم دابوا هبدا اصب في الكوبايات بتاعه المكنه. وهغطي الكوبايات بتاعتي بالغطا بتاع المكنه، وهبدا اشغل المكنه واظبط المؤشر بتاع المكنه على 5 ساعات. هسيب الزبادي 5 ساعات، انا عاملاه الساعه 2 يعني يخلص الساعه 7. وبعد ال5 ساعات هغطي الكوبايات بتاعه الزبادي واحطها على صينيه واحطها في التلاجة واسيبها لمده 3 ساعات. بعد ال3 ساعات ده شكل الزبادي معايا، شايفين؟ قوام متماسك، كريمي، ناعم، وكمان زي ما بيحبوه أطفالنا فيه سكر. وده كان فيديو النهاردة، وأتمنى يكون عجبكم. ولو عجبكم هستنى تعملوا شير ولايك للفيديو، وتدوسوا على زر اشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم مننا كل جديد. وأشوفكم في يوم جديد وفيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.